ادينا بقى ايه ممكن في ناس كتيره قوي بتشوف البرنامج ما يعرفوش ان انت صاحب انجاز. ان انت تعمل ابلكيشن او ان انت تعمل برنامج ده ممكن يكون سهل عادي، لكن ان انت تخليه شركه ده فيه صعوبه كبيره جدا. خلينا نرجع شويه، ليه ما فتحتش شركه ريل استيت؟ يعني انت شايفهم بيكسبوا وبيكبروا وعندك نو هاو وشايف كل حاجه جوه الريل استيت وعندك ايجنت. اصلا صناعه السوفت وير دي هي unknown output، حاجه بتبقى طالعه غير معلومه، فبالتالي لو احنا قعدنا نفكر من نفسنا ونحط افكار لما تطلع للعميل ممكن ما تبقاش مناسبه ليه. ولكن انا بوضح لك في النقطه دي، احنا كانجاز CRM احنا شركه تكنولوجيا عقاريه، كانجاز الام احنا شركه بتعمل حاجه في الاي اي، او الفيجن بتاعتنا empowering businesses with AI to shape their future growth. وكمان البرنامج اللي انت عامله عاجبني جدا الاسم. انا في الحلقه دي ضيف مختلف، ضيف عزيز على قلبي، بدأ معايا تقريبا او قبلي بشويه، بس النهارده مش جايبين لكم حد من العقارات، جايبين لكم حد بيساعد العقارات ان هي تتطور. معانا النهارده محمد حميده. ازيك يا سحارتي؟ ايه رايك في الدخل؟ بصراحه جامده جدا والله. هي جامده جدا، وكمان البرنامج اللي انت عامله عاجبني جدا الاسم. لا والله. يعني الاسم جاي اسمه بودكاست، بيت كاست. فكلمه بيت جايه من العقار وكلمه كاست جايه من البودكاست، فبصراحه اي حد يقرا الاسم هيعرف ان هو بودكاست عقاري. التك بقى، وانت في التك من امتى وليه عملت CRM؟ ادينا بقى ايه ممكن في ناس كتيره قوي بتشوف البرنامج ما يعرفوش ان انت صاحب انجاز. تمام. وده ممكن يكون حقيقي شويه لان انا مش كثير الظهور يعني، ولكن الموضوع جاء من زمان قوي، من وقت ما كنت في تانية ثانوي تقريبا. وكنت عملت سيرش كده على الانترنت، يعني كيف تربح من الانترنت. دي كانت اول جمله دخلتني مجال وعالم الانترنت. ده انت مش مهندس؟ لا انا مش مهندس اصلا، انا خريج حقوق. واو. ودي نقطة مختلفة لان انا كنت باخد الحقوق على اساس ان هي دراسة عادية، وبجنبها كنت بشتغل في جزء التك ده. سنة كام بقى؟ ده كان انا في تانية ثانوي، يعني من دلوقتي ممكن تقول في حدود من 13 سنة 14 سنة حاجة زي كده يعني. ووقتها عملت منتدى كان مشهور جدا من بين المنتديات زي سوالف نت وما شابه، كان اسمه منتديات شباب كول. ووقتها كنت بدخل عليه مجموعة من الشباب يكتبوا موضوعات وحاجات زي كده، وكان بيبقى فيه ربح معين بيطلع من الإعلانات، وكنت بقسمه أنا جزء وهم جزء، والموضوع بدأ يكبر بشكل يعني انت على قديمه بقى من 0.3. الله ينور عليك، وقت ما كان الإنترنت بيجي من الكيبل بتاع التليفون. طيب ايه بقى اللي وداك بقى للإنجاز CRM؟ يعني احكي لنا مشوار انجاز CRM كده. طيب هو الموضوع طبعا كان فيه سرد كتير جدا في الجزئيات دي، ما كانش منتهي عند الجزئيه بتاعي ان انا عملت الجزء ده في التك فقط، لا ده كان فيه كذا حاجه. بعد الجامعه عملت حاجه مثلا اي كوميرس، بعد كده دخلت في الادسنس اربيتراج وشويه تفاصيل ليها علاقه بالتك او بالمجال اللي له علاقه بالديجيتال، لحد ما كان طبعا مش عارف اعمل بلورة الشركة، مش عارف ابلور فكرة شركة، انا عمال اعمل حاجات كده والحماس بقى يعني. والحماس بتاع الشباب ويضحك عليا، هنا مرة معرفش اخد الفلوس مثلا بتاعتي، ومرة هنا معرفش هيكل موظفين، لحد ما عملت ديجيتال ماركتنج ايجنسي للمجال العقاري فقط. الكلام ده بعد حوالي 6 شركات عملتهم وكانوا فشلوا يعني، في منهم اللي فشل وفي منهم اللي انا قفلته بنفسي عشان ما كانش فيه فكره الاسكالابيليتي. لما عملت موضوع الديجيتال ماركتنج ايجنسي خليتها للعقارات فقط، لان كان في التوقيت ده كانت الشركات العقاريه محتاجه ليدز بشراهه. ووقتها انا كنت بعرف العب اللعبه دي حلو جدا، لان انا كنت اشتغلت في شركات ريل استيت، وكمان كنت اشتغلت ديجيتال ماركتنج مانجر في شركات سواء عقاريه او سواء ايجنسيز، فكان عندي الخبره الكبيره ان انا اعرف اعمل ده. فكنا بنعرف نجيب كواليفايد ليدز للمجال العقاري بشكل يعني ممتاز جدا. دلوقتي ليدز؟ لا الكلام ده كان قبل انجاز، قبل 7 سنين من دلوقت. لقيت في مشكله اكبر بتقابل الشركات، في ناس كتيره بتعرف تقدم فكره الليدز اللي انا كنت بقدمها، ولكن الشركات العقاريه كانت بتستخدم في التوقيت ده بشكل كبير فكر بقى الشتات الاكسل والورق وما شابه. فانا بدات افكر في فكر ان احنا نعمل لهم سيستم يتحط عليه الليدز بتاعتهم عشان نعرف ايه الكواليفايد ليدز وايه الباد ليدز، فنجيب لهم كواليفايد ليدز اكتر. انجاز بقى بدات امتى؟ فخلاص قفلنا بقى الايجنسي دي من اول ما بدانا انجاز في اواخر 2016. اواخر 2016 وانا كنت بادئها تقريبا بمفردي. فضلت شغال كده لمده
سنة ونص تقريبا انا اللي كنت بعمل اعلانات، انا اللي كنت بكلم العملاء، انا اللي كنت ببيع البيعة، انا اللي كنت بعمل خدمة عملاء. لحد ما بدأت ان انا ادخل موظف واثنين وثلاثة، وكان ان انا اهيكل شركة. برضو الموضوع كان فيه صعوبات بشكل غير طبيعي، لان شركات التك هي مش فكرة ان انت تعمل سولوشن او تعمل ابليكيشن. ان انت تعمل ابليكيشن او ان انت تعمل برنامج ده ممكن يكون سهل عادي، لكن ان انت تخليه شركة ده فيه صعوبة كبيرة جدا. ففي اواخر 2018 انا دخلت اكسلريتور. الاكسلريتور دي هي مسرعة اعمال، انا قعدت فيها تقريبا 4 شهور. كانوا ضغط بشكل غير طبيعي، بس بيخرجوك حد تاني، يعني بيخرجوك حد فعلا قادر ان انت تعمل شركة. وقتها بقى انا سميت الشركة انجاز، لان ما كانش قبل كده كانت اسمها انجاز، كانت اسمها سيرياتوفا، كان جاية من سيرياس وكرياتيفيتي. بعد كده خليت اسمها بقى انجاز، لان اغلب الناس واحنا بنتكلم مع بعض كانوا بيقولوا انت بتعمل حاجه ما شاء الله كويسه جدا، تقدر تعمل انجاز لشركات العقارات يعني. فمن هنا سميناها انجاز. ايه الشركات بقى اللي بدات معاك واقتنعت بيك؟ طيب احنا في البدايه خالص كان ان احنا ندي CRM لشركات الريل استيت، واحنا بنقول لهم CRM فكانوا بيقولوا يعني ايه CRM. الموضوع كان فيه صعوبه كبيره جدا ان الناس تبقى عارفه. وقتها بدأت ان انا اشتغل باستراتيجي الماركت بنتريشن، ان انا اخترق السوق، ان احنا ندي السيستم ده لشركات كتيرة في البداية فور فري مجانا، وبندي بأسعار رمزية جدا. كانت كل الفكرة وقتها ان انا ألم افكار الناس في المجال العقاري، وكنا مركزين على النيتش ده فقط عشان نقدر نلم اكبر عدد من الافكار، ونبدأ ان احنا نطورها في البرنامج وننزلها في البرنامج، ونبدأ ان احنا ندي لشريحة اكبر لحد ما وصلنا الحمد لله ان الشركات بقت بتعتمد عليه بشكل اساسي في تعاملها اليومي. وصل حتى الان تقريبا اكتر من 80% من المجال العقاري بيستخدموا انجاز CRM. مطور ولا بروكرز وديفلوبرز الاثنين. اكبر الاسامي عندك مين؟ اكبر الاسامي، بص احنا مش بنعلن طبعا عن الشركات، ممكن شركه ساعات في بعض الشركات بتبقى كاتبه في العقود احنا مش حابين ان انت تعلن عن الاسم. لا بجد والله؟ ده بيحصل، فاحنا احتراما طبعا لكل العملاء. لا بس انا شفت لكم اعلانات كان مكتوب فيها اسامي، بيبقى الشركات دي متفق معاها ان احنا هننزل لكم الاسماء بتاعتكم. الاسامي من الشركات الكبار اللي موافقه ان انت تعلن اسمها. بص في اكتر من شركه. لو بنتكلم مثلا في الشركات البروكرز، في برضه ستيب 1 شغاله بانجاز CRM. في شركات زي مثلا بروبرت ستريت، في مجموعه من الشركات، سواء وديفلوبر مش وفي ديفلوبرز زي مثلا الكابتن. في ديفلوبرز تاني ممكن يعني بصراحه مش ببقى متذكر كل الاسماء. 80% من الماركت ده شيء كبير يعني، وما اظنش ان ده رقم صح، لان انا لو شركه مطور ببقى خايف على السيستم بتاعي، ببقى خايف على الليدز بتاعتي. بص احنا مش بنروح نجيب المطورين اللي زي طلعت مصطفى وسودك، ده مش التارجت بتاعنا. الشركات دي زي ما حضرتك بتقول كده هم مش خليت حضرتك ايه يا حميد؟ احنا طيب ماشي يا سحر، مش شايفه غير اصحابي. عادي يعني. طيب اوكي. الشركات اللي زي طلعت مصطفى وسودك وكده، الشركات دي مش بتجيب CRM سبسكريبشن. احنا الموديل اللي احنا بنشتغل عليه اسمه SaaS، سوفت وير از سيرفيس. الشركات الكبيره بتحب السيستم بتاعها يكون جوه الشركه على السيرفر بتاعها. هو ده الموديل بتاعها. فبالتالي احنا مش بنتارجت الشركات دي، وهم ممكن يكونوا 10 شركات. ايه الفرق ما بينك وما بين ان انا اجيب اودو مثلا افصل حاجه لنفسي؟ طيب عظيم جدا. اول حاجه لو جينا نتكلم في فكره ايه فرق انجاز عن الشركات التانية اللي بتعمل اصلا CRM، اول حاجه هو انجاز معمول للشركات العقاريه خصيصا، فمركزين على نيتش واحد بنخدمه. لكن انك تجيب شركة زي اودو او تستخدم اي جنرال CRM عادي، مفيش مشكلة، هيشتغل معاك مفيش اي مشكلة، ولكن هتقابل مجموعة كبيرة جدا من المشاكل انت في انجاز مش هتقابلها. اول حاجة بتقعد تكستمايز السيستم اللي هو زي اودو عشان يتناسب معاك، ولكن كله ده فكرك انت فقط كبروكر او فكرك انت فقط كديفلوبر. تخيل بقى في انجاز احنا جايبين فكر 80% من السوق العقاري، وفكر شايف ان 80% في السوق العقاري ده انت مبالغ شويه. دي حاجات او دي يعني اناليسز بتبقى موجوده عندنا واحنا بنعرف نطلعها. وفي اكتر فعليا من 50,000 ايجنتس بيعتمدوا على السيستم بشكل يومي.
50,000 ايجنتس في العقارات. باجز ولا بيقع ولا لا، حته الباجز دي مفيش اي سوفت وير خالي من الباجز، ولكن في سوفت وير كل ما تيجي تشتغل عليه يوميا تلاقي باجز، لكن في سوفت وير هو بيبقى شغال معاك ستيبل، كل فين وفين لما بيحصل ابديت او حاجه يحصل باج. وهنا بيجي دور الشركه ودور المطورين اللي موجودين ان اي باج تحصل تتحل مثلا في حدود ساعه ونص على حسب الاس ال اي بتاعها. يعني انت عندك مثلا فيسبوك في مره من المرات وقع، واتساب ساعات بيقع. يعني انت مقارن نفسك بفيسبوك وواتساب؟ بص، في الحته دي هو مش حته مقارنه قد ما فكره ان احنا بنحافظ على السيستم بتاعنا لاطول فتره ممكنه ان هو ما يقعش، لان دي بيبقى فيها صعوبات كبيره جدا. خصوصا وانت معاك تيم كام اصلا؟ يعني احنا الشركه حتى الان 60 موظف ورايحين ناحيه 100 موظف. السكيلبل بقى ان انت تعمل ايه؟ تبيع CRM اكتر ولا تخلق منتجات جديده؟ كويس. احنا في الCRM بتاع الريل استيت يعتبر ان احنا قفلنا اللعبه شويه. اي نعم، في مشاكل كتير جدا لسه ولا احنا حليناها ولا ناس تاني حلوها، احنا شغالين عليها الحمد لله خلال الفتره الحاليه وفي البلان الموجوده. على سبيل المثال مثلا السوق العقاري بيحتاج فكر المطالبات. يعني مثلا البروكرز محتاجين فكره المطالبه، صح ولا لا؟ الموضوع ده مزعج بشكل كبير جدا بالنسبه لهم، فبيبقوا محتاجين يهندلوه بشكل ايه افضل. طبعا انا مش بعلن عن البلان بتاعه انجاز في اي مكان، ولكن انا بحاول اقول لك فكره من الافكار اللي بتجيلنا من شركات كتير جدا احنا محتاجين الموضوع ده. يعني انت تقول لهم مع انجاز ما تخافوش بقى، هيتعمل لكم مطالبات وفاتير الكترونيه دي حقيقه. انجاز شغاله تحديدا اذا انجاز CRM شغاله تحديدا للمجال العقاري، لان احنا شركه تكنولوجيا عقاريه اللي هي شركه انجاز CRM. طب انت ليه عملت ايفنت وانت مش شركه عقاريه اصلا وجمعت البروكر والمطورين؟ طيب احنا عملنا الايفنت ده كتسويقيه، يعني احنا عملنا الايفنت ده في شهر 12 2023 في فندق تريامف، وكنا عملنا انفيتيشنز فيه لاقدم العملاء اللي كانوا موجودين عندنا، وكان الهدف الريبراندنج. احنا كنا بنعمل ريبراندنج عشان نقول للسوق انجاز يا جماعه بتكبر، انجاز قاعده العملاء بتوعها بتكبر بشكل كبير جدا. في ناس ممكن فعلا ما يكونش مصدقين ان انجاز عباره عن 60 موظف ورايحه لناحيه ال100 موظف، وانها بتخدم 50,000 ايجنتس زي ما حضرتك او زي ما سحرتي قال لي دلوقتي يعني. فاحنا كنا بنعمل الريبراندنج ده عشان نوريهم قد ايه فعلا الشركه بتكبر. حميده عنده بيزنس في التك ولا بيزنس تاني ولا هو التك بس؟ طيب انا في الحته دي بشتغل شويه اذا رائد اعمال، بشوف الفرصه فين واروح لها. الفرصه فين دلوقتي؟ فانا مركز بشكل كبير جدا في انجاز وفي التك، ولكن انا عندي شيرز في شركه استيراد وتصدير مواد خام ادويه، ودي حاجه ملهاش علاقه بالتك نهائي. وبرضو انا انفستور في شركه تك صغيره بتعمل سولوشن لطلبه ثانوي. ازاي السولوشن بتاع طلبه ثانوي؟ انت عارف طبعا السنترز اللي بتكون موجوده اوفلاين والمدرس بيقعد يشرح الحصه مثلا مره واثنين وثلاثه. احنا عاملين سولوشن ان المدرس يشرح ده مره واحده، والموضوع بيبقى موجود على الابليكيشن، وكل حد من طلبه الثانوي يدخلوا ويدفع الحصه مثلا، والمدرس ياخدها ويدفع لنا احنا ايه بالظبط. جامد. بس دي مش انا اللي بديرها، يعني دي انا انفستور بس فيها. مين الرول موديل؟ الرول موديل بصراحة أنا مش بالنسبة لي يعني مفيش فكرة الرول موديل قوي، ولكن أنا باخد من كل حد حاجة كويسة أنا بشوفها. على سبيل مني إيه مثلا؟ هقول لك سحرتي أخدت منه إيه. بس قبل دي أنا كنت قاعد وأنا صغير شوية يعني مع عميل، وقال لي جملة أنا مش ناسيها لحد دلوقتي. كان كل ما يكلمني في حاجة أنا الحماس بقى واخدني جدا، واخده من حتة يمين واخده من حتة شمال وكده. قال لي بقول لك إيه، حطني في مود الكونتراكت. فالجمله دي علقت معايا بشكل كبير جدا، بتاعت حطني في مود الكونتراكت. يعني لو بتسالني بقى على سحرتي، يعني مع بعض اخدت منه ايه. سحرتي طبعا احنا بنتعامل مع بعض من اكتر من 5-6 سنين تقريبا. هو من الناس بجد اللي بتعرف تعمل شراكه حلوه جدا. الحمد لله. شراكه حلوه جدا، لان اغلب الناس في المجال العقاري ممكن يبداوا شركه بعد فترة قليلة ينفصلوا.
سحرت ما شاء الله عليه في الجزئيه دي، بيعمل جزء الشراكات بشكل كويس، وانا اللي اعرفه عنه ان هو بيعرف يشارك اي حد، الحمد لله. فدي نقطه حلوه. يعني ما بحبش حد يشكر فيا يعني. ماشي. مش نفس إبليس. بس والله يعني انا اعرفك من زمان، بس فعلا انت شخص ناجح. وانا بحب ان بيت كاست يبقى صفات الناجحين. مفيش حد قاعد مكانك وما قالش الكلام اللي انت بتقوله، او ما بينطلقش الانطلاقه اللي انت بتقوله. بس خلينا نرجع شويه، ليه ما فتحتش شركه ريل استيت؟ يعني انت شايفهم بيكسبوا وبيكبروا، وعندك نو هاو، وشايف كل حاجه جوه الريل استيت، وعندك ايجنت. تقريبا السؤال ده انت مش اول مره تساله لي، انت سالته لي كذا مره. انا عايز بقى قدام الكاميرا. وسالته لي من فتره كبيره جدا، وقلت لي لا انا بسالك السؤال عشان انا شايف العقارات فيها فلوس كتير. انا قلت لك على فكره السوفت وير برضه فيه فلوس كتير، ولكن احنا هدفنا في انجاز، وهدفي انا تحديدا، ان احنا نثبت للعالم كله ان في شركه مصريه قدرت ان هي تنطلق فعلا من مصر بمجموعه من الشباب سنهم من 25 ل 35 سنه، قدروا ان هم يبيعوا في مصر ويبيعوا كمان بره مصر ويعملوا سولوشن قوي جدا. في بره مصر بايعين بره مصر، احنا بايعين في الامارات، بايعين في عمان، بايعين في السعوديه. ريل استيت اللي هو السيستم السي ار ام. فاحنا بايعين في مجموعه كبيره من الدول بره مصر، وناويين ان شاء الله ندخلهم بقى اوفيشالي خلال بدايه ان شاء الله سنه 25. هاي لو هتعمل سيستم تاني غير بتاع العقارات ده، ممكن تعمل لمجال ايه؟ طيب هو انا مش عارف بجد المشاهدين كلهم هم عارفين انجاز سي ار ام بيعمل ايه، ولا ممكن يبقوا محتاجين يعرفوا هو بيعمل ممكن ايه؟ نقولها في طيب بشكل سريع كده، هو انجاز سي ار ام بيحل مشكله السيلز العقاري والماركتنج من بدايه انه بيتربط بالحملات الاعلانيه، واي ليدز بتيجي من الحملات الاعلانيه بتسمع على السيستم بشكل اوتوماتيك وتتوزع على السيلز بشكل اوتوماتيك. يعني اللي بيتكلم عن الساحل كويس بيروح للليدز بتاعت الساحل، واللي بيتكلم عن العاصمه كويس بتروح للليدز بتاعت العاصمه. والسيستم بيبعت اس ام اس اوتوماتيك للعميل، بيبقى موجود فيها اسم السيلز ورقم تليفونه عشان الانسر يزيد والنو انسر تقل، لحد ما السيستم بيفكروا كمان يعمل فولو اب، وبيفكروا يعمل ميتنج لحد ما يعمل دان ديل معاه بالفعل. انا شفت فيتشر جامده جدا في الابلكيشن، لما حتى عميل يرجع يتصل بالسيلز بيقول له نوتيفيكيشن كده اخر حاجه قالها ايه، وده اسمه ايه، وهو مسميه بايه. فبصراحه انتم متطورين جدا. اول ما العميل بيرن بيجيب رقم تليفونه والاسم بتاعه زي فكره الترو كولر كده من السيستم، من الداتابيس بتاعه السيستم، وبيجيب اخر كومنت عشان يعرفك قبل ما ترد. رهيبه بالنسبه لي، انا اتسحرت يعني، فاهم؟ على فكره الاجمد منها كمان بقى انك بعد ما بتكلم العميل بتلاقي المكان اللي بتكتب فيه الكومنت تقدر تدوس وتقول كلام هو بيحوله لتكست، بدل ما تقعد تكتب الكومنت بشكل كامل. جامد جدا. بتشوف مين متعب في التعامل، شركات البروكر ولا شركات الديفلوبر؟ طيب طبعا الديفلوبر طبعا عنده فلوس مالهاش اخر، انما البروكر اكتر بروكر متعب. انا عارفه شخصيا. انت عارفه. بص احنا على فكره الناس ممكن تاخد فكره عن الموضوع ده بشكل مختلف، ان اللي بيطلب فيتشرز كتير او بيكلمنا ويبقى ليه طلبات كتير بيبقى حد متعب. بالعكس، اكتر ناس احنا بنحبهم الناس اللي بيطلبوا فيتشرز كتير جدا. ليه؟ لانه اصلا صناعه السوفت وير دي هي unknown output، حاجه بتبقى طالعه غير معلومه. فبالتالي لو احنا قعدنا نفكر من نفسنا ونحط افكار لما تطلع للعميل ممكن ما تبقاش مناسبه ليه اصلا. فاحنا عشان تبقى مناسبه للعميل بنجيبها من العميل ونعمل فاليديشن عليها ونشوف قد ايه من حجم السوق هو عايز الفيتشر دي تحديدا. يعني شايف التك ازاي وبعد الذكاء الاصطناعي، وممكن الذكاء الاصطناعي او الاي اي يخش الريل استيت ازاي؟ ما عنديش فكره، فانت قول لنا بقى من باك اندستري مختلفه الاي اي ممكن يفيدنا ازاي جوه. طبعا كل السوق بيتكلم عن الاي اي واللي عامله، ولكن انا بوضح لك في النقطه دي احنا كانجاز سي ار ام احنا شركه تكنولوجيا عقاريه. كانجاز الام احنا شركه بتعمل حاجه في الاي اي، او الفيجن بتاعتنا empowering businesses with AI to shape their future growth. يعني احنا حاطين الفيجن بتاعتنا depend on. راح عليا هوضح لك الحته دي تاني. طيب احنا غيرنا الفيجن بتاعت انجاز الام لجزء ليه علاقه باستخدام الادوات الذكاء الاصطناعي، ان احنا ندمجها ونعمل لها انتجريشن في السولوشنز بتاعتنا كلها. لان احنا مش بنقدم سولوشن السي ار ام للمجال العقاري فقط، احنا بنقدم حاجات تانية زي الاتش ار وما شابه. فان احنا نحط الاي اي داخل. بس مفيش ستريس على المنتجات دي اصلا في الماركتنج كامبين بتاعكو، غير ان انت بتفولو اب حتى اخر كامبين.
انتوا عاملين حلو. كامبين نازله في التلفزيون تقريبا او اعلان تلفزيون متصور يعني. ما هو شفته أنا. ما هو احنا الحاجه اللي هو الاساسيه العميل، وان ازاي هفكرك العميل مش عارف ايه، مفيش اتش ار، كويس. مفيش اللي هو البصمه اللي هو دخول الموظفين وخروجهم. وتقريبا انتوا عندكم 6 منتجات غير عندنا حوالي 8. طبعا انجاز سي ار ام هو السيستم الاساسي اللي بيشتغل للريل هو ده استيت. اللي انتوا بتكسبوا منه اكتر. يعني هو ده يعني ده حقيقي عشان هو اقدم سولوشن موجود عندنا. وبعده بشويه احنا لقينا شركات العقارات بيحتاجوا موظفين بشكل ضخم جدا، اكيد بتحتاجوا سيلز. صح. عملنا اوبشن داخل السيستم اسمه انجاز جوبس. انجاز جوبس ده احنا بنجيب قاعده بيانات لسيلز كتير جدا محتاجين يشتغلوا في المجال العقاري بكامبينز احنا بنعملها. اي حد بيسجل السي في بتاعه هو بيروح لكل شركات العقارات، يقدروا يكلموه ويرتبوا معاه انترفيو، ولو هو مناسب ياخدوه، لو مش مناسب خلاص. فبنسبورت المجال العقاري مش بالسي ار ام فقط. كمان عملنا انجاز اكاديمي عشان لما تجيبوا الموظفين الجداد ويبداوا ان هم يشتغلوا ويبقى محتاجين يتطوروا، يدخلوا على انجاز اكاديمي ويتفرجوا على الكورسز اللي متصوره مع اشهر ناس في المجال العقاري. احنا اللي مصورينها اكسكلوزيف، ودي فور فري للمجال العقاري حتى الان. حلو جدا. بس ما حدش يعرف عنها الحاجات دي. لا، موجوده داخل السيستم وبتستخدم. قد ايه؟ نسبه قد ايه؟ بص، الاونرز تقريبا زي سحارتي مش بيدخلوا بنفسهم على فكره بشكل كبير في السيستم. تمام. فالموظفين والليدرز ومديرينهم هم اللي بيكونوا ايديهم في السيستم بشكل يومي، وهم اللي بيقدروا يشوفوا الحاجات دي كلها. يعني في حاجه كمان مش عارف انت شفتها ولا لا، وهي انجاز تايم لاين. ده بيربط كل الديفلوبرز بالبروكرز في مكان واحد. اي حد محتاج اي ريكوست يقدر يقول انا عايز صيدليه ب10 مليون جنيه موجوده مثلا في العاصمه الاداريه، ومعايا عميل مثلا عايز الصيدليه دي. بتلاقي ناس كتير جدا ردوا عليه في الكومنتس وقالوا له دي متاحه وموجوده عندنا وما شابه. فدي بتزود الفرص الضايعه بشكل كبير جدا للعميل ده. طيب قول لنا ايه الفرق ما بين سي ار ام واي ار بي سيستم وكول سنتر؟ طيب، الكول سنتر هو بيجي طبعا في البدايه ومش لازم كل الشركات تستخدمه. الكول سنتر كل فكرته وكل هدفه انه يسجل المكالمات عشان نقدر نرفع الكواليتي بتاعه الايجنتس، وكمان بيقدم لنا ريبورتس قد ايه ناس اتصلت بينا يوميا او احنا اتصلنا بيهم، وقد ايه رد علينا وقد ايه ما ردش. ولو المدير او الليدر حابب يدي ريكومنديشنز للايجنتس الموجودين بيقدر يقول لهم يعملوا ايه بالظبط. ففكره الكول سنتر هي مختلفه تماما عن السي ار ام. بعد كده كل الارقام التليفونات اللي بترن على الكول سنتر ينفع يحصل انتجريشن ما بين الكول سنتر والسي ار ام، والرقم يروح للسي ار ام بشكل اوتوماتيك. وبعد كده السي ار ام بياخد الدوره بتاعته بشكل كامل زي ما انا شرحتها من شويه، ان الليد ده بيروح للسيلز المهتم، بيكلمه، بيعرض عليه كل الحاجات اللي موجوده عنده او المشاريع، بيكتب الكومنتس بتاعته، بيبدا يوديه فولو اب او يرتب له ميتنج او يعمل عليه دان ديل او ما شابه من كل المراحل اللي بيعدي. وبعد كده المدير بيطلع على مجموعه كبيره جدا من الريبورتس، تقارير بيقدر يعرف من خلالها البلاتفورمز اللي بتديله ليدز كواليفايد زي الفيسبوك او ما شابه، عشان يركز البادجت بتاعته في المكان المناسب. وكمان يعرف البياعين اللي بيبيعوا عنده كويس. يبقى السي ار ام بيساعد المبيعات والتسويق، الكول سنتر بيساعد فكره تلقي المكالمات وان هو يسجلها، الاي ار بي هو ده حاجه شامله بشكل كامل للشركه. نسبه الجروس في انجاز وريتنشال كلاينت قد ايه؟ طيب، نسبة الجروس انت بتسأل اسئلة طبعا دقيقة يعني في صلب البيزنس، بس خلينا نقول ان انجاز ممكن تكون بتجرو خلال الفترات الاخيرة ممكن 3x للعملاء اللي بيدخلوا بشكل كبير. وممكن نقول الشركات اللي بيحصل ريتنشن او اللي بيسموه رينيوال ممكن نقول حوالي 85% من الشركات اللي بتكون معانا. ايه الاسباب ان انا هتقول لي بقى ال 25% راحوا فين؟ صح. ما لازم نبقى اسئله غير متوقعه. صح. طيب، ال 25% دول عدد كبير جدا منهم بيقفل ايه؟ بيقفل الشركه. ليه بقى؟ عشان دي نقطه مهمه. لا، ليه؟ اكيد هو خسر عادي، ما عرفش يوفر ما بين العمولات، ما عرفش يصرف ماركتنج كويس. لا، بص، بيبقى فيه واحد سيلز اشتغل في شركه، ربنا وفقه، عمل بالك ديلز، او هو تيم ليدر وعمل بالك ديلز. بيعمل ايه؟ بيجيب حد زميله او صاحبه او كده ويبدا يفتح يفتح شركه. تمام. هنا الشركه مش فريق مبيعات، انت هنا بقت شركه. يعني محتاج يبقى عندك فريق مبيعات،
محتاج يبقى عندك فريق تسويق، محتاج يبقى عندك HR، محتاج يبقى عندك شركه كيان شركه. فاللي بيحصل ان شويه الفلوس يروحوا يدفعهم للانجاز. لا 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 مش كده. بيدفعوا طبعا وبيتوزعوا على اجزاء معينه، وبالتالي الكاش فلو ممكن يحصل فيه مشكله معينه، فبالتالي ايه الشركه تقفل. دول طبعا مش ال25 كلهم، في طبعا شركه ممكن تكبر بشكل كبير جدا وتحتاج ان هي تبني السيستم بتاعها، زي مثلا شركه ناوي. هي ناوي بنيه السيستم بتاعها، هي مش واخدين سبسكريبشن من حد اصلا. اوكي، خلينا نروح لحته تانية كده. ايه رايك في الشراكه؟ طيب، وهل في شراكه في انجاز ولا هي بتاعتك لوحدك؟ هي الشراكه في انجاز مبنيه على فكره انا الفاوندر الاساسي اللي باني الشركه فروم سكراتش لوحدي، وبدات ان انا ادخل استثمار يعني عشان ان انا اقدر يعني انت اخدت فند؟ اخدت فند في 2000 اواخر 2018. تمام. ووقتها كان دخل مستثمر وكان دخل حد كو فاوندر، بحيث ان انا شركه فلات 6 لابس دي مسرعه اعمال معروفه جدا في عالم الاعمال، اسمها فلات 6 لابس. ودي انا استفدت منها بشكل كبير جدا في ال4 شهور اللي بكون موجود فيها في تدريب، عشان اقدر اطلع ان انا اعمل كيان. هم لهم علاقه بالتك يعني؟ لا، ما لهمش علاقه بالتك نهائي. هم بيدوك فلوس، بياخدوا شير في الشركه، وبيقعدوك 4 شهور في تدريبات قويه جدا، تطلع بدل ما انت كنت انت ومجموعه من الناس بتعملوا حاجه، لا انت تبقى شركه. مين الكو فاوندر؟ الكو فاوندر حد في التك. طبعا وانا ببدا الشغل ده ببقى محتاج حد تك قوي جدا، يبقى يعني. بالظبط CTO. والله ينور عليك. فانا وقتها اخترت حد، اتفقت معاه. يعني ايه CTO؟ الايه CTO هو مدير التكنولوجي في الشركه بشكل مبسط جدا، عشان ما نصعبش الامور. هو اعلى راس موجوده في الشركه ليه علاقه بالتكنولوجي. انت الاونر ورئيس مجلس الاداره، بس في CTO اللي هو مسؤول عن التنظيم جوه التكنولوجي. بص، زي ما في عندكم في مجال عقارات CCO، لا CCO احنا عندنا برضه في الشركه عندنا في CCO. يعني انا الCO في CTO وفي CCO وفي CHRO كمان. فالCTO هو مدير التكنولوجي، اي حد تبع الجزء بتاع التك هو تحت منه. الCCO هو تحت منه يعني جزء المبيعات. هو بيبقى فاهم، هو خريج حاسبات ومعلومات طبعا. وبيكون اكسبيرينس مثلا 17 سنه 20 سنه عشان يبقى قادر ان هو يوصل للليفل ده. هل محمد حميدة بقى وصل للحلم اللي هو عايزه؟ طيب، لو بنتكلم في الحلم اللي محمد حميدة عايزه، انا الحمد لله بفضل الله يعني انا وصلت لحاجات كتير جدا من اللي حلمت بيها، وده من فضل ربنا ثم السعي والاجتهاد. مش هقول ان انا مختلف عن باقي الناس، انا زي كل الناس، وفي ناس عندي في الشركة عباقرة وافضل مني بكتير، ولكن هو فضل ربنا والسعي. اكتر حاجة انا مركز عليها هي طبعا الاعمار في الارض، تعيين اكبر عدد من الموظفين عشان طبعا نعمل الافكار اللي احنا بنرتبها. ومؤخرا بقينا عاملين فكر الانترنشيب عندنا في الشركة عشان نجيب مجموعة من الشباب نعلمهم ازاي ان هم يشتغلوا مش بس عندنا في الشركة، لا عادي يروحوا يشتغلوا في شركات تانية، مفيش اي مشكلة. احنا فقط بنجيبهم نعلمهم، والبروجرام ده مفتوح في الشركة حاليا عشان يقدروا يشتغلوا في اماكن تانية. لان انا زيهم مريت بفترة بعد الجامعة او بعد الجيش انه ما كانش في حد يقدر فعلا يعلمك بشكل كبير ويقولك تروح يمين ازاي او تروح شمال ازاي او ايا كان. لما بتحب تفصل من الشغل بتروح فين؟ لما بحب افصل من الشغل، بص هو انا تقريبا حياتي منقسمة ما بين، في الوقت الحالي يعني حياتي منقسمة ما بين الشغل مراتك الاولانيه ومراتك الثانيه. لا 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 كده هتعمل لنا مشاكل. ما بين الشغل. انت متجوز 2 فعلا؟ لا ازاي يعني؟ ايه ده، انت لازم تنكر وتنكر. ما تقفشناش في الحته دي، الحاجات دي بتتصدق يعني. ما بين الشغل وطبعا البيت بديله جزء. أيوة بس طبعا أيوة. الجزء الاكبر للشغل. يعني انا تقريبا بشتغل في اليوم ممكن 13 ساعه حتى الان. طبعا دي مش حاجه حلوه خالص، ولكن هو انت عشان بيبقى عندك افكار كتير جدا ومحتاج ان انت تنفذ اكبر عدد وعندك شراهه من الموضوع ده، فبتقدر او بتقعد كتير تشتغل على الجزء ده يعني. انت نسيتني السؤال بتاع موضوع جوازتين ده وبتاع يعني. اتوترت. ايه اللي انت المكان اللي انت بتفصل فيه؟
لما انت خلاص قلت لي في شقين، اللي هو البيت ما والشركه هو بتقعد فيهم يعني، وبتقعد تقريبا 13 ساعه وتروح تنام. واروح انام، لكن البيت مديله طبعا جزء من وقتي. وطبعا الزوجه بيبقى ليها وضع كبير جدا في الموضوع ده، وانا بشكر زوجتي اكيد يعني من بعد الزوجتين الموضوع ده يعني، لانها بصراحه بتبقى متحمله عبء شديد جدا، سواء ضغوطاتي او الاولاد او ايا كان يعني. ربنا يديك الصحه بفصل فين بقى؟ ممكن اسافر سفريه بقى، ممكن انا والاسره، او اوقات انا لوحدي مره واحده كده. مين اكتر واحد اقرب لك في الشركه؟ اكتر واحد اقرب لي في الشركه تقريبا يعني كبوزيشن ولا كشخص؟ قول الاثنين عادي. طيب هو كبوزيشن كشخص، هو ممكن يوسف. هو يوسف اخويا الصغير، هو شغال معايا في الشركه. مهندس؟ لا مش مهندس، هو شغال بزنس ديفلوبر يعني. ده اصعب واحد يا عم. اتكلمنا يا عم، فاهم اللي هو الفلوس فين تحصيل بس. فده كشخص يعني اقرب حد ليا. واقرب حد تاني بقى كبوزيشن او كده، اللي هم اقدم ناس كانوا موجودين معايا في الشركه. يعني اقدم ناس كانوا قاعدين معايا ال6 سنين او 7 سنين او ال5 سنين، دول قريبين مني بشكل كبير. انجاز رايحه فين الفتره اللي جايه؟ احنا الفترة اللي جاية وفي اوائل ان شاء الله 25 احنا بنتوسع في البرودكتس بتاعتنا. هي سيرفيسز يعني، بس بنقول عليها برودكتس، زي CRM او HR سيستم او الجوبس او ما شابه. وحابين ان احنا نطلع بالسولوشنز بتاعتنا دي بره مصر ان شاء الله يعني. ان شاء الله تقدر تعملها، وان شاء الله تعمل حاجات جامده ان شاء الله. قول بقى شويه نصايح كده لشركات عقارات انت قابلتهم واحتكيت بيهم، اللي هم ال 25 مثلا في المية اللي بيقفلوا، الناس اللي بتجرو اب، انت تقدر تساعدها ازاي؟ يعني شويه نصايح كده عموما في يعني لو هنبدا بدايه بالاونرز يعني، اللي بيبداوا الشركات وكده، اي شراكه لازم يبقوا متفقين هم يسيبوا الشراكه دي ازاي. لان ده بصراحه احنا بنقابله في انجاز على فكره، ان 2 أو 3 او ايا كان يبقوا بادئين شركه وبيحصل انفصال وبتحصل مشكله، واحنا بندخل في المشكله وبنحاول ان احنا احنا يا جماعه مش طرف، احنا في الاخر متعاقدين مع شركه، فاللي معاه الشركه هو اللي معاه السيستم. دي نقطه مهمه. او اللي بنقول للشركات ان انت اعمل فكره ايكو سيستم جوه الشركه. يعني ما تخليش الشركة عبارة عن مجموعة من الموظفين بيجوا يشتغلوا ويمشوا، لا ابني ايكو سيستم داخل الشركة، وابني كالتشر كمان داخل الشركة عندك. اي حد يبقى جاي يشتغل يخلق عباءته بره الشركة ويدخل باللوائح والقوانين بتاعة الشركة. دور الاتش ار ده دور الاتش ار اكيد طبعا، ده دور كبير جدا من ادوار الاتش ار. بجد يعني، بجد كانت حلقة جامدة جدا، انا متأكد ان انا استفدت، فاكيد الناس اللي بتتفرج هتستفيد. والله عدت هوا، مبسوط جدا ان انا يعني استضفتك معايا في الحلقه. طبعا هو الموضوع اكيد مختلف شويه، لان احنا بنتكلم في سوفت وير بيخدم المجال العقاري، مش شبه الحلقات اللي انت بتتكلم عليها دايما في العقارات. حلو عشان انت فيها صح. تسلم يا صاحبي، الله يخليك حبيبي. شكرا. ستوب جيت ستيب انيت ستيب انيت عادي كده بقى من الاول. هنخش نعمل لقطة في المجال ده، سهلة مش حكاية مش رواية، تعبنا زميلي بس لسه مش كفاية، صعب توصل بس اللقطة في مستوايا، وانت لفستك من البداية. احنا المجال مجالنا، تشوفنا بس حتى في المجلة واجهة وعارفين مقامنا، عاملين حساب مجالنا، مش فضيلك للكلام ده ومش بطيئك مش بجاملك، فكك من املنا بكرة لا مفيش مكالمة. ويت معايا بالك ديل على الويت، عندي ديل كويس لو مكانك اشتريت، كفاية زهقت منكم رفضت الفكرة انا مليت. يا عم اسمعني واهدى قول لي بس الفكرة ايه؟ الفكرة بس في الفكرة، انت بتسمعنا فبتدفع، معاك فلوس تستثمرها، عليك ديون تسددها، ترمي اساس تسددها، مدرسة جديدة اسسها، الثقة فن بفرسها، الشغل سهل استحوذها.